هل ممكن لمكون واحد موجود في الأكل يأثر على مودك لدرجة إن هو يجيب لك اكتئاب؟ في معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا وبرشلونة عملوا دراسة نشرت في مجلة سيل ميتابوليزم. جابوا مجموعة من البشر ومجموعة من الفئران، ونقلوا بكتيريا الأمعاء من البشر للفئران، وحطوا الفئران دي تحت الملاحظة، واكتشفوا حاجة غريبة جدا. لاحظوا ان الفئران ابتدى يظهر عليها انماط سلوكية غريبة زي الاكتئاب. بكتيريا الامعاء دي مسؤولة عن دخول حمض اميني مهم جدا للجسم اسمه البرولين. الحمض الاميني ده اللي ما يعرفش هو الوحدة الرئيسية المكونة للبروتين. فالبرولين ده بيكون موجود بكمية كبيرة في حاجات زي الجيلاتين او لحوم البقر او منتجات الالبان او كمان الاسماك. والبرولين ده مهم في النواقل العصبية اللي ما بين الأمعاء والدماغ، اللي مسؤولة عن التحكم في المزاج بتاعك أو في المود. البرولين ده لما بيزيد عن حد معين بيعمل تثبيط للنواقل العصبية دي، وبالتالي بيزود أعراض الاكتئاب. يعني نبطل السمك واللحمة ومنتجات الألبان؟ قطعا لا، بس محتاج تاكلهم باعتدال، وتزود معاهم الالياف الصحيه الموجوده في الخضار والفاكهه، والمخمرات زي الزبادي والمخلل علشان تظبط توازن الامعاء. الدراسه دي فتحت ابواب كتير على هل ممكن يكون علاجات قائمه على الاكل لمرضى الاكتئاب، ومنها فعلا نتامل في قد ايه الامعاء هي فعلا بيت الداء، بل وكمان بيت الدواء. دمتم دايما في افضل صحه وحال.